انا مانيش متحمس. كاس العالم في الجيب بالرغم من الصعوبه، حنا ندو كاس العالم وشفاو عليا. السلام عليكم، مرحبا بكم معنا فيديو جديد. وكما كتشوفوني لابس المنتخب الوطني، وعندي هنايا مروكو اون فينال، المغرب الى النهائي. اخوان، ماشي غير انا، ماشي غير المغاربه، بل العالم كامل كيتسنى مفاجاه كبرى كونتر الارجنتين، وكل شيء كيتسنى الماتش. ولكن ان شاء الله غادي نربحوهم وغادي نجيبوا الكاس من الشيلي. الدراري بقاو معنا، غادي نشوفوا المسار نتاع المنتخب الوطني المغربي ومسار المنتخب الارجنتيني في هذا كاس العالم اللي صراحه تفوقوا بالعالم الكامله، وقليل فاش كانوا كيتلقاو الاهداف. ونشوفوا المسار ديال المنتخب المغربي، نقاط الضعف ديال المنتخب المغربي ونقاط القوه نتاع المنتخب المغربي، وكذلك نقاط القوه نتاع المنتخب الارجنتيني ونقاط الضعف نتاع المنتخب الارجنتيني، واش يمكننا نربحوهم غدا. اول حاجه الدراري كنبغي نهنئ المنتخب الوطني المغربي لوصوله الى نهائي كاس العالم للشباب لاقل من 20 سنه، اللي كتقام دابا حاليا في الشيلي. الدراري داروا خدمه كبيره، الدراري تقاتلوا، لعبوا بالروح وبدون انانيه. هذه هي اهم حاجه، انك ما تكونش اناني في التيران وتطبق داكشي اللي قال لك المدرب في التيران، وان شاء الله راه غادي يجيب التيسير. غدا ان شاء الله مع 12 الليل غادي نتفرجوا في المنتخب الوطني كاملين، وان شاء الله غادي نديو اللقب من الشيلي من عند الارجنتين. واخا الدراري الارجنتين ماشي سهله، ولكن احنا كلنا ثقه في المنتخب الوطني المغربي، ان شاء الله ما ياثرش عليهم العيان. والمشوار ديال المنتخب الوطني المغربي راه ما كانش ساهل في هذه البطوله هذه، باش انك توصل للنهائي وان شاء الله نقدروا نجيبوا اللقب. راه ضربنا عليه تماره الدراري، وكبانت الخدمه ديالنا. هاد الخدمه الدراري راه كان دايرها المدرب، راه ماشي غير جا ودارها، راه بداها من الكان، تعلم بزاف من الاخطاء ديالو. والصراحه كل الشكر لفوزي القجع، قام ونهض بهذا القطاع هذا نتاع كره القدم. وواحد جندي الخفاء تا هو كنبغيو نشكروه، بزاف ديال الناس ما كيعرفوش اللي هو فتحي جمال. يكتشف المواهب، داك السيد كينقب على المواهب، برافو عليه. اكتشاف ديالو هو اكتشاف ديال الزبيري، اللي داك السيد نقدر نقول لكم من رحم المعاناه. يعني ما تكونش في الخارج، ما تكونش في فرنسا، ما تكونش في هولندا، بل تكون في المغرب، وخرج من الاكاديميه ديال محمد السادس. وانتم تبارك الله كتشوفوا سيد هداف بالفطره، وهذا هو اللي نقص في المنتخب الوطني الكبير، وان شاء الله يبقى ماشي بهذا المستوى هذا. دونك الدراري نشوفوا مسار ديال المنتخب الوطني المغربي. اول حاجه احنا مجموعه الموت، احنا مع البرازيل، مكسيك والاسبان اولا اسبانيا. احنا مع مجموعه الموت الدراري، وعارفين ثلاثه ديال المدارس مختلفه. كاين المهاره في البرازيل، كاين التيكي تاكا في اسبانيا، وكاين الروح القتاليه في المكسيك. دونك الدراري اول ماتش ربحنا ب2-0 اسبانيا، ليناهم في التيران، لعبنا عليهم. الخطه ديالنا الدراري حنا كنعطيو لاسبان كور، حنا كنرجعوا اللور، كيبقاو يديروا داك التيكي تاكا ديالهم، حنايا كنساينوهم وكنلعبوا عليهم في الظهر ديالهم، كنلعبوا على المرتدات. والدراري طبقوا داك الشيء، وكان عندهم حماس كبير وتحمسوا بزاف في الماتش، وغلبناهم الدراري ب2-0 في اول ماتش لينا. وهذا اللي عطانا دفعه معنويه اننا نكملوا في نفس المستوى الجيد مع منتخب البرازيل. ثاني ماتش كيكون عندنا مع المنتخب البرازيل، والصراحه كليناهم في التيران ولعبنا عليهم. ما بانتش هما عندهم المهاره، بل حنا اللي كانت عندنا المهاره البرازيليه، او اللي خليني نسميها المهاره المغربيه، والخدمه الكبيره اللي داروا الصطاف، شابو عليهم. ضربناهم الدراري ب2-1، وكان داك البيت غير بيلانتي. دونك عندنا كان اشيد بالدفاع ديالنا الدراري، باعوه تبارك الله عليه مستقبل واعد ان شاء الله. خسر كراكي يعيط له ويعيط للدراري هادو اللي دايرين اللي وصلوا لنهائي كاس العالم، يبقى يعطيهم فرصه. على الاقل خصنا نشوفوا واحد 3 ولا 4 ديال الدراري انهم يمشيو في هاد كاس افريقيا اللي غادي تقام في المغرب. ثالث ماتش الدراري هو مع المكسيك، كان ماتش شكلي، كنا حنا ضمننا التاهل ديالنا ب6 ديال النقاط.
وكان ماتش شكلي كونتر المكسيك، ودخلنا لعابه جداد باش نكتشفوهم وباش ندخلوهم حتى هما الاجواء المسابقه. لا قدر الله تعطب شي واحد ولا شي حاجه، كيكون الرومبلاسون ديجا دخل وديجا لعب، كيكون عارف الاجواء حافظ التيران، دونك كيدخل ما كيدخلش مندهش، ما كيدخلش خايف، ما كيدخلش مزعزع. ديك المباراه الشكليه دخلوا الدراري والفوا بالاجواء. خسرنا بواحد الزيرو، عطيناهم الماتش ماشي مشكل، وكانت خساره شكليه بالنسبه ليا. الماتش اللي موراه الدراري في خروج المغلوب طحنا مع كوريا الجنوبيه. كوريا الجنوبيه وما ادراك ما الكوريا الجنوبيه. الدراري كنهضروا على مدرسه من اسيا، مدرسه كتلعب كره، كتلعب الاستحواذ وكتلعب على المرتدات، كانت مسيطره في التيران. ولكن قراءه ديال المدرب ديال الخصم، وهذا الشيء اللي كنشيد به المدرب المنتخب الوطني، انه كيقرا الخصم، كيلعب ماتش بماتش، ما عندوش اسلوب واحد غادي به، لا كيلعب ماتش بماتش، كيشوف انه واش يستحوذ على الكره ولا انه يعطي الكره للخصم وكيتسناهم يهجموا عنده وكيتقدموا بالدفاع ديالهم. حنا كنلعبوا بدفاع با ولا دفاع ميديوم، دفاع هابط ولا دفاع متوسط، وكنضربوا الخصم ديالنا في لي كونتر. دونك داكشي اللي كان مع كوريا الجنوبيه، جوج ديال البيوتا كانوا واعرين، ضربناهم بلي كونتر. وشابو من هنايا للزبيري اللي دار ماتش واعر ودار ماتش اسطوري. موراها مشينا لاصعب فرقه كانت في هاد كاس العالم. انا بصراحه فاش كنت كنتفرج في كاس العالم كنت كنقول ان امريكان هي اللي تقدر تديها، ان المدرسه الامريكيه صراحه غاديه في تطور خيالي. الدراري نيفو عالي، كعب عالي. صراحه تفرجت فيها في الادوار الاقصائيه وفي المجموعات، كان عندهم داكشي زوين بزاف. ولكن المغاربه جاو قراوهم كور، قال لهم حنايا قدامين عليكم في كوره، هكا بهذا المعنى هذا. كليناهم الدراري في التيران، هجموا علينا، شدوا كره، ولكن حنايا استغلينا داك لي كونتر. انا قلت لك احسن اسلوب دابا اللي كيتسمى المدرسه ديال الركراكيه، المدرسه الركراكيه، اللي هو انني انا نعطي كره للخصم ونرجع، وكنتسنى هفوه ولا كنتسنى غلطه من الخصم ونضربوا في لي كونتر. هكا الدراري كتقدر انك تحمي المرمى ديالك ولا تحمي الجول ديالك، وانك تشكل دفاع مستمد وضرب الخصم في لي كونتر. وعندنا دراري تحولات زوينه، زوينه من جسيم، زوينه من الزبيري، زوينه من معمى. هادو الدراري عندهم مستقبل واعد صراحه. كنغلبوا امريكا ب3-1. امريكا غلبناها الدراري غير بشويه. حنايا عطيناهم كره يلعبوا، هما لعبوا كره وحنا ربحنا الماتش. هادي الدراري اللي كيتسمى في قاعده كره القدم الماتش كيتربح ما كيتلعبش. هاد الماتش هادو الدراري كيتربحوا ما كيتلعبوش. كنربح انا خصني التاريخ يذكر الاسم المنتخب المغربي. ما عندي ما ندير بحال كاس العالم ديال 2018 في روسيا فاش المنتخب حنا لعبنا على البرتغال، حنا لعبنا على الاسبان، حنا لعبنا على ايران شدينا الكره 90 دقيقه، جاب واحد دوز ضربها بالراس خرجتي صافي مشالك اسهل ماتش. دونك لا حنا الدراري خصنا نقراو ماتش بماتش ونلعبوا كره، نلعبوا على المرتدات، نعطيو للخصم الكره. عندنا كتله دفاعيه جيده الصراحه، وهذا الشيء اللي كيخدموا عليها المنتخب الوطني، المنتخبات الوطنيه اللي فئات السنيه كامله. مور ما ضربنا امريكان الدراري مشينا لاصعب ماتش واللي هو فرنسا. فرنسا الدراري كانت كتلعب بنفس الاسلوب ديالنا. لا لاحظتوا في الميطان الاولى الماتش ديال فرنسا انها خلات لنا الكره وهما رجعوا اللور. هما كنلعبوا حنا وياهم بنفس الاساليب تقريبا. المدرسه الفرنسيه والمدرسه المغربيه عندهم نفس الاسلوب ديال اللعب وعندهم نفس التكوين. راه الركراكي مدرب ديال المنتخب وديشون مدرب المنتخب الفرنسي راه قراو بجوج في مدرسه واحده في فرنسا، قراو بجوج في مدرسه واحده. دونك عندهم بجوج الافكار، وتا هما فرنسا راه داير معاهم سوء النتائج وكيقول لهم كيقولوا له زعما راه حنا ما بغيناك صافي، حط داك الفرقه، بغينا مدرب واحد اخر. راه واخا جاب لهم كاس العالم
2018 وصل النهائي في 2022، ولكن هما صافي كيقول لك لا حنا ما بقيناش باغيين داك اللعب. دونك واحد الدراري حتى حنايا نصبروا شويه على الركراكي، ما غاديش نجيو ونبدلوا المدرب في اخر لحظه وحنا ما بقى لنا والو على كاس افريقيا. واخا انا كيبان لي ان طارق سكيتيوي احسن حل باش انه يشد المنتخب الوطني المغربي مستقبلا ان شاء الله. كيلعب داك السيد كره نقيه طارق سكيتيوي كيبقى احسن حل مستقبلا باش يشد المنتخب الوطني ديال الكبار ان شاء الله. دابا مع الاولمبي وفي كاس العرب نتمنوا لهم حتى هما يكونوا يديروا نتائج مشرفه بحال المنتخب الوطني ديال اقل من 20 سنه اللي وصل نهائي كاس العالم. وعلاش لا الدراري غدا ناخذوه، راه غادي نجيبوا اول لقب للمغرب، اول لقب ديال كاس العالم، ثاني لقب افريقي وثاني لقب عربي. ثاني لقب افريقيا الدراري من بعد ما داتو غانا، ثاني لقب عربي بعد ما داتو السعوديه. هذا هو المسار ديال المنتخب المغربي وكيفاش حتى ربحنا المنتخبات اللي لعبنا معاهم وبالتكتيك اللي كنا دزنا به. دونك نشوفوا المسار ديال المنتخب الارجنتيني ونشوفوا كيفاش ربح وكيفاش هو لعب. المسار ديال المنتخب الارجنتيني مسار مرعب، مسار داروا مسار تا هما زوين بزاف. كيعتمدوا واحد التكتيك اللي جديد في كرة القدم وعندهم واحد التكتيك اللي زوين بزاف، وخصنا نديروا منه احتياط احتياط احتياط. الدراري خصنا ما نخليوهمش يلعبوا بالبلان جو اللي حاطين هما، حيتاش عندهم داكشي بجهد وغادي نهضروا عليها الدراري. دونك المسار ديال المنتخب الارجنتيني طاحوا في مجموعه لا باس بها او لا سهله نوعا ما بالنسبه للارجنتين. طاحوا مع كوبا، مع استراليا ومع الطليان. الدراري الطليان هي اللي كانت مجهده في هذا الجروب هذا. دونك داز الطليان وداز الارجنتين داز بالعلامه الكامله الدراري. غلبات كوبا في الاول ب3-1 الماتش الاول اللي طاروا عليهم، واخا خدات الارجنتين حمراء ولكن طاروا عليهم في ذاك الماتش. والتكتيك ديالهم الدراري عندهم تكتيك زوين. في الماتش الثاني ضربوا استراليا ب4-1، 4-1 الدراري ضربوا استراليا. عندهم هجوم فتاك صراحه، كيلعبوا حتى هما على لي كونتر، كيعطيوك الكره كتلعب بها كتبقى شادها كتبغي تهاجم عليهم كيجيبوك حتى لعندهم وكيبقاو يضربوك بلي كونتر. عندهم التحولات، عندهم تحولات صراع، وعندهم دراري صراع بزاف. اكثريه كيلعبوا على الجهه اليسرى ولا الشمال ديالهم، كيلعبوا تماك فين كيبنيو البلان جو ديالهم. من تما كتجي التمريرات الحاسمه. وعندهم واحد الدري كيلعب طروا، دري كيطلع وكيعطي دي باس زوينين، باسات نقيين من رجليه. وعندهم الكابيتان ديالهم اللي هو لاكس سنترال او لا مدافع اوسط، كيخرج بالكره نقيه وسط الزحامه الدراري تعطيها له كيخرجها نقيه دراري. ودابا نهضروا عليه. دونك في الماتش الثالث ربحوا الطاليان ب1-0، واللي كان شكلي بالنسبه لهم وتا هما دخلوا لعبوا غير بالدوزيام ايكيب اولا دخلوا لي رومبلاسون باش حتى هما يشوفوا الاجواء، ولكن ربحوا الطاليان ب1-0. دازوا الدور 16 وطاحوا مع نيجيريا. انا كنت كنقول ان نيجيريا راه تقدر تحد من الخطوره ديال الارجنتين بعد ما تفرجت فيهم بزاف ديال الماتشات، ولكن كانت مفاجاه، نتيجه صادمه. وداك الماتش تفرجت له الارجنتين كتضرب نيجيريا ب4-0. الارجنتين كونتر نيجيريا بدلات البلون جو ديالها وشدوا هما كره وهما اللي لعبوا ودخلوا حتى لعند نيجيريا وكلاوهم في نص التيران ديالهم وماركاو 4 البيوت ورجعوا بحالتهم اللور وخلاو نيجيريا كتلعب مع راساتها هما غير مدافعين. دونك ربحوا نيجيريا ودازوا لعند المكسيك. المكسيك اللي ربحاتنا حنايا رباح كان شكلي، حنايا لعبنا شكليين، كنا ضمننا التأهل ديالنا. ضربوا المكسيك ب2-0. شنو داروا؟ عطاو الكره للمكسيك، قالوا لها هاك كره لعبي. دراري ضربوا المكسيك ب2-0 من تقريبا حتى فات الدقيقه 70. فاش فات الدقيقه 70 المكسيك كانوا عياو ما يدخلوا عندهم ولكن بدون جدوى. داكشي كان عند الدفاع الارجنتيني منظم. الارجنتين الدراري كتلعب ب5
4-1 في الحالة الدفاعية فاش ما كتكونش عندهم كرة، وكيلعبوا ب3-4-3 في الحالة الهجومية، فاش كتكون عندهم كرة كيبقاو 3 في الدفاع وكلشي كيتكبّل عند الخصم، من تماك الدراري كيديروا بحال الطريقة ديال الهوند، كيبقاو كيمشيو للكرة الأطراف وكيدخلوا للعمق ديال التيران أولا الكاري 18 ومن تما كتماركا، وكيلعبوا حتى هما على لي كونطر بزاف. وهذا الشيء علاش الخطورة ديال المنتخب الأرجنتيني أكترية كيلعبوا في الجهة اليسرى ديالهم. دونك كيمشيو لكولومبيا، اللي كان عندهم ماتش صعيب. أنا صراحة ما كنتمناش مواجهة كولومبيا في الفينال قدر ما كنت كنتمنى مواجهة الأرجنتين. علاش الدراري؟ راه الأرجنتين ربحت كولومبيا بغلطة وحدة، كولومبيا دارت غلطة وحدة خلصتها الأرجنتين. كولومبيا عياو، الأرجنتين شنو دارت؟ عطاتهم كرة كيما موالف، هذا هو اللعب ديال الأرجنتين، عطاتهم كرة ورجعوا للور وبداو كيلعبوا عليها بلي كونتر. الكولومبيين عياو، دقيقة تقريبا 73 ولا 82 بحال هكاك. دابا ندير لكم البيت هنايا باش تشوفوه. ديك الدقيقة الدراري راه ضربات الأرجنتين البيت ورجعت لهم كاملة اللور. بالرغم من النقص العددي اللي كان عند الكولومبيين إلا أنهم كانوا دايرين ماتش خيالي وماتش أسطوري صراحة. شابو الأرجنتين وشابو الكولومبيا، ونتلاقاو إن شاء الله في الفينال وغادي نديوها الدراري. شوف كأس العالم في الجيب بالرغم من الصعوبات، وإن شاء الله الدراري هذا ما كان. دونك نشوفوا البلان جو ديال المغرب وكيفاش كيلعب، ونشوفوا البلان جو ديال المنتخب الأرجنتيني وكيفاش كيلعب. دونك الدراري هذه هي الخطة ديال الأرجنتين اللي كيلعبوا ب5-4-1 في الحالة الدفاعية، وفي الحالة الهجومية كيمشيو ب3-4-3. عندك الأطراف ديالهم الدراري هما اللي كيبقاو طالعين لا طيروا بجوج كيبقاو طالعين هابطين. أكثرية لاتيرال سولير اللي أحسن واحد عندهم في اللعب وهما اللي كيبنيو عليه اللعب، كيبنيو اللعب على الجهة اليسرى أولا الشمال ديالهم الدراري. عندك يان سولير الرقم 3 وعندك بريليستياني رقم 20 اللي كيطلعوا بجوج. تا الدراري أكثر جوج كيخدموا في البناء ديال الهجمة هما هاد الجوج هادو، كيطلعوا مع الكولوار. أما هادوك الجوج اللي من الهي لا 4 ولا 11 8 ولا 5 ولا 9 كيقوموا فقط بالإنهاء. دونك الدراري الخدمة كاملة مكبوبة على الجهة ديال الشمال، وتماك فين كيطلعوا وكيهبطوا الدراري. النقطة ديال القوة ديال المنتخب الأرجنتيني كاينة في الجهة اليسرى. وفي أغلب ديال البيوت اللي وأغلب لي ستاتيستيك ولا الإحصائيات اللي داروا في الماتشات أنها كيلعبوا على الجهة اليسرى. دونك كيطلعوا تماك كيبنيو. وهاد اللاعب يان سولير اللي داير الشرويطة أو اللي داير الكابيتان، أنا باقي كنعقل عليه فاش لعب المنتخب المغربي الأولمبي في الأولمبياد. كنا طحنا مع الأرجنتين وربحناهم ب2-1. داك البيت الدراري اللي كانوا ماركاو علينا الأرجنتين راه الأسيس ديالو وبنفس ستيل جو حطوا لنا اللاعب سولير راه هو اللي حط الاسيست ولا حط الباصه ديال البيت وباش مارك علينا البيت. كيلعب في الدوري الانجليزي. وعندنا اهم لاعب في المنظومه نتاع الارجنتين اللي هو الرقم 5 المدافع بيريز اللي كيلعب اللاكس سنترال. هو الدراري اللي كيبني اللاعب لا عليه كيبني اللعب وعليهم حاطين اصلا البلون جو الدراري. دونك الطريقه ديال اللعب ديال المنتخب الارجنتيني الدفاع كيهبطوا كاملين اولا عندهم بلوك بعض المرات كيوصل البلوك ميديوم. المرات الدراري راه فاش ترشق لهم وتيبغيو يضغطوا عليك راه كيضغطوا عليك كاملين، كيخليو 3 اللور وكيضغطوا عليك كاملين وهما كيديروا داك الضغط المفاجئ للخصم. كتكون انت عندك كره ولا يلاه في مرحله البناء هما كيتكبوا عندك كاملين وكيخليو 3 اللور. حالة ما اذا بغيتي تسونطريها ولا تلعب مور ظهرهم كيكونوا 3 مأمنين الدفاع. هذه هي النقطة ديال القوة ديال المنتخب الأرجنتيني. النقطة ديال الضعف ديالهم هو النقطة القوة ديالهم اللي هو الجهة اليسرى. الجهة اليسرى الدراري كتخوى عندهم بزاف. دونك إلا شي واحد مثلا زبيري إلا مشى جليسة للشمال وقطعنا كرة
المنتخب الارجنتيني فاش كيكونوا هاجمين علينا ودرنا شي باس طويل، راه يقدر الزبيري ولا معمى ولا جاسم يقدروا الدراري يمشيو للبوطو ويقصدوا الشبكه. ان شاء الله علاش لا ما توقعش هذه الاحتماليه هذه، ونضربوهم غير ببيت واحد ونسدو ونحطوا شي طوبيس اللور وصافي سدات ماذا. دونك الدراري هذه هي القوه، هذه هي النقط القوه نتاع المنتخب الارجنتيني. نشوفوا النقط القوه والنقط الضعف ديال المنتخب المغربي. دراري هذه هي الخطه ديال المنتخب المغربي واللي جبتها لكم من اخر ماتش لعبوه كونتر فرنسا. حنا كنلعبوا بالخطه ديال 4-2-3-1، وفي الهجوم الدراري كنكونوا 4-1-4-1، كنتكبوا حتى حنا كاملين الدراري، وعندنا حنا ستيل دو جو نتاع نخليو لك الكره هكا سيدي دير بها ما بغيتي، ولكن الا جديناها غنلعبوا لك مور ظهرك وغادي نمشيو نقصدوا الشبكه. وهذا الشيء اللي كان الدراري عندنا تحولات خطيره، عندنا الدراري صراع لعابه صراع مهاريين وما فيهمش الانانيه، وهذه هي اللي كنأكد عليها، انك تكون مهاري وما تكونش اناني. مهارات عاليه صراحه، الكعب ديالهم عالي. ان شاء الله نديوها من عند الارجنتين. القوه ديالنا فين كتجلى في اللعب الجماعي، وفي ما كايناش الانانيه، وكنلعبوا الدراري كنحكوا الجلده في التيران. كنشوفوا اللعاب اللي خاوي كنعطيوها له، كاين تفاهم كاين تناغم ما بين الدراري، كل شيء كيعرف البوست ديال الاخر. اللعاب اللي يبغي يباسي عارف اللعاب الاخر فين مركز، وعارف واش يديبلاصا ولا لا. بعض المرات الدراري الا لاحظتوا في الماتشات انني انا كنشوف الدراري كيعطيو لي باس راه بلا ما كيشوفوا في اللعاب، كيكونوا هما ديجا عارفين وقارين داك البلان اللي حط لهم المدرب، كيعرفوا كيديروا جيريوه. انا في الشمال نباسي اليمين عارف شكون غادي يكون في اليمين، نباسيها باسا طويله عارف يكون الزبيري في باسا طويل. بن شاوش يانيس نصاب ان شاء الله يرجع، ما كرهناش يلعب في الفينال. واخا 3 ديال الحراس مزيانين وداروا اداء عالمي واسطوري. عجبني التبديل اللي دار المدرب في الماتش ديال فرنسا، انه يبدل 3 ديال الجوال وبحال يدخلهم في الاجواء ديال المنافسه. ودونك باش ما لعبنا ان شاء الله الفينال راه غادي يديروا معنا اداء اسطوري. كاين بختي كاين باعوف لي لاكس سونترال، وكاين عندنا زهواني، كاين عندنا الدراري الزهواني اللي اريير غوش، وفي الاريير دروا الدراري كاين ماجني اللي عنده ادوار دفاعيه خطيره جدا الصراحه. كلا معانا الغازو في الماتش ديال فرنسا، دار اداء خيالي واداء اسطوري، وخا جا من عنده البيت في لقطه وحداتها وفرنسا ضرباتنا في ديك اللقطه. كنا واقفين على فرنسا، ضيعنا انفرادات، ضيعنا الماتش ما بين يدينا في الدوزيام ميطا. وما في الدوزيام ميطا داروا علينا الضغط وهما كيلعبوا الضغط وداروا علينا الضغط، ما مشاو حتى ماركاو البيت. ولكن في دوزيام ميطا هما غير ماركاو البيت رجعوا خافوا، فاش كنا حنا غالبينهم بواحد الزيرو لعبوا الكل في الكل. قال يا ربحه يا ذبحه كما كيقولوا المغاربه، يا ربحه يا ذبحه. لعبوا الكل في الكل، جابوا البيت وهما يعطيوك البالون ورجعوا هما اللور. داكشي علاش الناس السيطره مور 70 السيطره كانت مغربيه، وخلقنا فرص. والحارس ديالهم الصراحه دار تصديات اسطوريه. عندنا بيار الصراحه كنسميه انا دينامو خط الوسط المنتخب المغربي، يعني كيعرف كيفاش يهبط الريتم، كيفاش يطلع الريتم، كيعرف كيدير يدافع، كيعرف كيدير باسي، عنده باسات نقيين بزاف. عندك خليفي اللي تا هو زوين ودار اداء اسطوري الصراحه، كان كيرجع يعاون في البلاصه نتاع الزهواني. الزهواني كان كيطلع عنده ادوار هجوميه وفنان في رجليه، رقيق داك الدريري، عنده كان كيطلع يدير ادوار هجوميه، وكان كيخلي الترعه اللور، كان كيخلي بلاصه خاويه اللور. دونك خليفي اما بيار كانوا كيغطيو داك الجهه هذيك. وبختي حتى هو اللي دار اداء اسطوري. عندنا جاسم الصراحه، جاسم داك الدري كوايري بزاف، وكنتمناو له الخير، وان شاء الله يكون مع المنتخب الوطني في كاس افريقيا. ما كرهناش جاسم، ما كرهناش باعوف، ما كرهناش الحارس يانيس، وما كرهناش سماعمه والزبيري حتى هو، ما كرهناهمش يديهم في المنتخب. يدي غير 4 ولا 5 ولا غير 4 المنتخب الوطني الاول يولفوا بالاجواء الافريقيه
وكما كنقولوا حنايا يولفوا على الدار، يولفوا على المنتخب، يعيشوا داك الاجواء الافريقيه مع المنتخب الكبار، وباش ياخذوا الثقه ديالهم ان شاء الله. دونك عندنا الصادق اللي لعب المدرب ما لعبش بصانع العاب، اما لعب غير بمزودين اولا كما كنسميوهم حنايا، لعب غير بالثمانيه والسته، ما لعبش بالعشره. دونك ما لعبش بصانع العاب. صانع العاب دخل حتى لدوزيام ايطون. دونك باش نقللوا الخطوره ديال المنتخب الفرنسي، كاين معمى وكاين جسيم وكاين الزبيري اللي داروا ماتش اسطوريين. واخا الزبيري ماركا، ولكن اغلب ديال البيوت ديالو ما عنده فيهم زهر. اغلب ديال البيوت ديالو تحسبوا اون جول او لا تحسبوا الخصم، زعما ضربات في الخصم ودخلات، ما تحسبوش ليه. ولكن ان شاء الله يعوضها في المنتخب في الماتش ديال المنتخب الارجنتيني ان شاء الله بشي هارتريك، علاش لا. ونتمناو الخير للزبيري اللي كيتقاتل داك السيد هذاك، صراحه زوين بزاف، والله يسهل عليه والله يسهل على الدراري كاملين. وان شاء الله نجيبوا اللقب من الشيلي، ويكون اول لقب مغربي ان شاء الله. دراري كنكون وصلنا لنهاية الفيديو، ما تنساوش جيم وابوني وتهلاو.